ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. طبعا لسه هو ماتش الاهلي لسه خلصان يعني. والحمد لله مبروك على الهزيمه بتاعت النادي الاهلي. و بيراميدز يعني انت عارفين الموضوع عليه، يعني الحكام مش هتساعده في الدوري. لكن الاهلي فاضل له ماتش واحد اللي هو بحكام اجانب. وفاضل له بقى بعد كده ماتشين بحكام مصريين. والماتشين بتوعنا بتوع حكام مصريين دول ده يعني لو الاهلي كان في منافسه كنت هتشوف فيهم العجب. فان شاء الله كده الاهلي كده مش هقول لك رسميا، بس بنسبه يعني بنسبه كبيره قوي صعب ان هو ينافس في الدوري. المهم بس هطلع اتكلم ان هو ايه، اديك شفتوا الفلوس بتعمل ايه، اديك شفتوا الناس اللي بتقول لك اصل الزملكاويه متغاظين عشان القلم بتاع زيزو. قلم ايه يا ابني؟ ده انت عملت فيه اكبر خدمه، وده انا قلته في بصوا. انا مش دعوه بغيري، انا دلوقتي بتكلم عن نفسي. ومعظم الزملكاويه الناس اللي كانت عاقله قالت لك زيزو لو مش هيجدد بالمعقول في الزمالك يمشي، وده اللي حصل الحمد لله. فكويس النادي الاهلي اغراه واخده. اديك شفته من ساعه ما انت النادي الاهلي اخد زيزو فوتو اللبس ولا بقى فيها روح. ما بقاش فيها غير نفسنه وقرف وغل وحقد، والناس بتبص لبعضها. ونجومك اللي كانوا فعلا شايلين النادي الاهلي دلوقتي خلاص مش قادرين يلعبوا ومش عاوزين يلعبوا وبيبصوا لبعض. اديك شفتوا النهارده مثلا امام عاشور نازل بيلعب بالعافيه. اللعيبه كلها ما فيش حد فيه رمق شويه غير تريزيجيه. ما فيش خلاص، نفسنا نفسنا نفسنا. طبعا غير برضه الفلوس اللي كلها بتيجي من الصفقات كلها عن طريق الشمال ومفيش بركه. المهم الدنيا كلها خربانه. انا ما بقولش الزمالك عادي، الزمالك فيه عبر الدنيا بس مش زي النادي الاهلي. النهارده مثلا معتمد جمال لعب ماتش زي الزفت، وما زلت بقولها ان شاء الله باذن الله لو الزمالك اخد الدوري. طبعا ده اول حاجه، طبعا ده حاجه كده زي كده هديه من عند ربنا. وعشان خاطر معتمد جمال بس عمل فيه ميزه واحده بس، ان هو بيعرف يلم اللعيبه. لكن هو كمدير فني تكتيكي وحاجات زي كده لا، هو ملط. في كل الماتشات الصعبه بيثبت ان هو ملط. فكك من ماتش بيراميدز، ان احنا بصراحه احنا برضه حظنا حلو على بيراميدز. زي مثلا دلوقتي برضه بقالنا كده كام سنه كده الاهلي حظه حلو علينا. حتى الاهلي باسوأ حالاته بيجي قدامنا بيتحول. يعني هم بيبقوا نازلين الماتش عارفين ان هم حظهم او كعبهم عالي علينا يعني. حتى لو هم بيتغلبوا من طوب الارض يعني. فكان معتمد جمال في باستثناء الماتش الاهلي اللي جاي لا، في الماتشات الصعبه كلها لعبها زي الزفت زي الزفت. انا مش بتكلم عن ماتش النهارده بتاع انبي، بتكلم كذا ماتش. فبس الحمد لله ربنا ايه معديه، عشان عارف ان جمهور الزمالك ده والله العظيم احنا اكتر ناس محتاجه فعلا بطوله. وتعبنا وزهقنا من الواحد القرف الواحد بيشوفه، سواء من مجلس الاداره من مدربين فنيين، يعني القصص كلها غريبه. بس ان شاء الله باذن الله بس الدنيا تكمل على خير ان شاء الله. دلوقتي فاضل 3 نقط ما بيننا وما بين بيراميدز ان شاء الله، وسته وما بيننا وما بين الاهلي. ولو الزمالك يعني مش هقولك بقى يكسب ماتش جاي تعادل خلاص، يبقى الاهلي كده رسميا طلع من الدوري. وهيتفضل ماتشين بقى في ساعتها بقى الفرق ما بينك وبين بيراميدز مش عارف ساعتها بقى ايه، بقى نقطتين حاجه زي كده. لو لا قدر الله مثلا انت تعادلت الماتش اللي جاي وهو هيبقى نقطه. ساعتها انا معتقد يعني انا معتقد بيراميدز هيبقى صعب شويه ان هو يكسب ال3 ماتشات اللي جايين. فانا بقول انت بس الماتش اللي جاي بس عديه على خير. لو كسبت يبقى انت كده 100 100 خلاص خدت الدوري ان شاء الله باذن الله. لا قدر الله تعادلت يبقى انت دخلت نفسك في حسابات بقى ايه مع باقي مش ملهاش لازمه يعني. وممكن كمان اساسا تدخل معاك النادي الاهلي على حسابات على المركز الثاني. فانت الماتش الجاي بس حاول ايه تخلص على النادي الاهلي وما تسيبهمش يعني اي فرصه يعني. ومعتمد جمال حتى لو ان شاء الله باذن الله يعني لما ناخد الدوري وناخد الكونفدراليه، انا شايف معتمد جمال لا على قده خالص يعني. الكونفدراليه انتوا عارفين احنا برضه بص يا جماعه، انتوا عارفين انا راجل دغري. 90% من الفرق اللي بتلعب في الكونفدراليه لا تصلح تلعب في الدوري المصري اصلا. يمكن اتحاد العاصمه هي يمكن ده هيبقى اول اختبار حقيقي. وبرضه مش يعني مثلا مش سان داونز مثلا، مش الترجي، فاهمين؟ الفرقه دي اقوى من اتحاد العاصمه. فان شاء الله باذن الله كده بس الزمالك بس يعدي الماتش الجاي بتاع اهلي على خير. ومعتمد جمال النهارده عمل كل حاجه غلط في تغييرات في تشكيل في بدء الماتشات في لعيبه غريبه بينزلها، ولعيبه لسه مصمم عليها انها تكمل فوي وي 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 فخلاص اللي فات مات بقى نبدا بقى. واتمنى من اللعيبه بس يعني هم انا قلت يا جماعه قبل كده نكسب الماتش انبي وماتش الاهلي، او كنت تكسب انبي وتعادل مع الاهلي وخلاص الموضوع خلص. لكن انت بتدخل نفسك في حسابات ملهاش اي لازمه. يلا الحمد لله على على اللي حصل. وان شاء الله الدوري في 100 عقبه، والمركز الثاني يبقى البيراميدز، والكونفدراليه بقى ما بين سيراميكا والاهلي. يعني دول بقى الناس مع بعضهم كده حبايب مع بعضهم، احنا مالناش دعوه بقى، مالناش دعوه بيه يعني. ان شاء الله اللي جاي احسن نادي الزمالك ومن دلوقتي بقى نشوف صفقات كويسه ونشوف مدير فني كويس ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير، سلام.